مشاهدينا بدنا نروح لهذا التقرير. شاعر وصحفي وجغرافي عاش ثلثي حياته في المنفى من بلد إلى آخر، يتغنى ببلده سوريا. إنه نوري الجراح الذي أعادت الثورة السورية البريق إلى عينيه وراح يحدث عنها في كل مكان يرتحل إليه. لمعرفة المزيد عن جولته الشعرية في أوروبا نذهب إلى مراسلتنا أنجيلا سليمان. جامعة بروكسل الحرة كانت المحطة الثانية للشاعر والصحفي نوري الجراح في جولته على جامعات أوروبية عدة، يعمل فيها على قراءة نصوص شعرية وإلقاء محاضرات عن الشعر والحرب، ليكون لديوانه الأخير حصة كبيرة من رواية ملحمة العذاب السوري. هنا لقاء في جامعة مع الطلبة لنتحدث في الشعر ويستمعون إلى الشعر ولأتعرف على الترجمات. أنه هناك كان وركشوب عمل حول شعري وقام طلاب بترجمة عدد من القصائد، ولا سيما قصائد جديدة أخيرة، منها قصيدة قارب إلى ليسبوس القصيدة التي تصور التراجيديا السورية في الخروج، هروب من الموت بقوارب الموت، وهذه مفارقة من مفارقات الأزمنة. ارتطام مراكب بصخور تتأوه، خفق أقدام وخفق سراويل مبلولة، فتية وفتيات أرسلهم بوسيد من مملكته الغريقة موشحين بطحالب ضاحكة. يا لضيوفك المحمولين مع الموج أحياء ومقتولين، والزبد يمد لسانه الطويل ويلحس عنق الفتى وينحسر عن زرقة صامتة في بدنه الصامت. الإلياذة السورية أو الأوديسا السورية فاقت بآلامها ومآسيها وما جرى ومجرياتها كل ما يمكن أن نتخيل مما حملته لنا الأساطير الإغريقية والأساطير السورية والأساطير العراقية القديمة عن المآسي والكوارث والهشيم اللي تركته وراءها. لكن السوريون لن يستسلموا إلى هذه اللحظة الأليمة. هم ينتجون كل يوم في العالم وجودهم ويعيدون إنتاج صورتهم كبشر خلاقين مبدعين معبرين عن حلم الإنسان بأن يحاور وأن يكون موجودا وأن يستمر وأن ينتج الجمال بإزاء البشاعة والقتل والموت. عندما جاءت الطائرات ونزلنا على درج البيت كان اسمي يتيما، وفي ظله نمت المرثيات. وجودي كشاعر في حياة شعبي وحياة الناس هو وجود طبيعي، هو الوجود المطلوب أيضا، هو الشيء اللي لا يمكن يكون الإنسان عنده علاقة أو الشاعر عنده علاقة بلغته ولا بزمنه ولا بذاته من دون ما يعمله. بالتالي ليس جديدا لا علي كشاعر ولا على الشعراء الآخرين أن يكونوا جزءا من هذا الحراك في حياة شعوبهم. كفاح الشعب السوري من أجل الحرية حقيقة هو تجلى في صور أسطورية، صور غير مسبوقة. أكان كفاحه من أجل الحرية أو العذابات والآلام التي أنزلت به من قبل الدكتاتورية ومن قبل القوى التي جلبتها الدكتاتورية إلى سوريا لتدمير حلم الشعب السوري بالانتقال الديمقراطي. يا للأراميات لما ينادين في الممرات من سبقت خطاه مصيره، بهمس ما خبأن في أصواتهن من بحة الصبايا ومما جرح في الصوت الكمان. قال هابيل لإخوته الكثيرين اتركوني هنا في السهل أصطاد الغمام. لبرنامج جولة الصباح أنجيلا سليمان، بروكسل. مشاهدينا هلأ بدنا نروح لموجز الأخبار.